السلام عليكم. اليوم غادي نحضر وصفه رائعه بزاف غادي نحضروا الكبسه بطريقه جد رائعه، وغادي نحضروا التركيبه ديال التوابل اللي غادي نحضروا بها هذه الاكله هذه على بركه الله. هنا عندي التركيبه ديال اولا الخلطه ديال 7 بهارات، انا كندير اكثر من 7. عندي هنايا القياس بالمعلقه الكبيره، عندي معلقه كبيره ديال القعقله اولا ديال حب الهيل، عندي معلقه كبيره ديال القزبر يابس، عندي عويد ديال القرفه، عندي واحد 4 الحبات ديال القرنفل، وعندي واحد الحبه ديال الكوزه جوزه الطيب، عندي معلقه كبيره ديال النويوره اولا الكبابه، وعندي معلقه كبيره ديال الكمون ممسوحه، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال البزار. درت انا البزار الابيض والحمر والكحل. هادشي اللي توفر عندي درتو القياس بالمعلقه الكبيره. شوفوا معايا البنات باش يمشي داكشي مضبوط. قبل ما كنطحنوا العطريه كنوضعوها في واحد المقله، كندفيوها باش كتحيد من هذيك الرطوبه وكتعطيكم داك الجهد ديالها. بعد ما طحنتها كنزيد عليها قياس واحد المعلقه صغيره ديال الزنجبيل، وغادي نخلط عندي هاد التركيبه وكنديروها واحد القريعه وكنحتفظوا بها. هنا غادي ندوزو للطياب. في طنجره وضعت عندي زيت الزيتون، غادي نخلي لكم التركيبه ديال التوابل في صندوق الوصف. وضعت عندي قياس واحد المعلقه ديال الزبده من اصل حيواني البنات، ماشي الزبده نباتيه. درت عندي قياس واحد الحبه وحده ديال البصله اللي خديتها وشلطتها رقيقه. صافي كنشحر عندي هاد البصله وكنخليها كتنزل. هنا عندي التتمه ديال التوابل اللي فيهم الثوم بودره، عندي البصل بودره، وعندي الخرقوم، الزنجبيل، وعندي الفلفله حاره اختياريه، هذه ما حارش بزاف ولذلك درتها. ودرت عندي شويه ديال الابزار، شويه ديال القزبر يابس. صافي هنايا بعد ما خديتهم خلطت عندي هاد العطريه كامله مع بعضياتها. صافي هنا كننزل عندي اولا كنوضع عندي دجاج في الطنجره. انا هنا درت دجاجه كامله، القياس كيبقى على حسب الرغبه ديال كل شخص. غادي نوضع عندي الدجاج، غادي نوضع عندي هنايا من هاد العطريه اللي كنت درتها هكا في الطبيسيل. هذه ماشي التركيبه اللي حضرنا. كندير قياس واحد 2 ديال المعلقات، وكندير عندي الملحه. هاد المرحله الاولى جدا ضروريه قبل ما كنديروا ديك التركيبه اللي حضرنا اللي كيسموها 7 بهارات. هنا وضعت عندي ورقه سيدنا موسى، كنوضع عندي هاد العطريه باش كيشد ليا اللون، لانه هذه العطريه ديال 7 بهارات مغامقه شويه، ما بغيتوش انا يغمق، بغيتو ياخذ صفوريه على هاد الشكل هذا. صافي وضعت عندي قياس واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال اللي حضرنا. صافي هنا ضروري يا البنات كنشحروا كنقليو الدجاج مزيان. الوقت اللي كنقليوه كتشد فيه العطريه وكياخذ لينا اللون وما كيجيناش بحال مسلوق. الا بغينا الكبسه تجي بنينه والمذاق ديالها لذيذ بزاف. غادي تجربوها ان شاء الله بهذه الطريقه وغادي تردوا عليا الخبر. صافي هنايا شوفوا معايا شحرت عندي، قليت عندي الدجاج مزيان. من بعد كناخذو وغادي نزولو كنوضعو في واحد الطبسيل على جنب. علاش غادي ندير هذه المرحله؟ لان جدا مهمه باش كنبقاو محافظين على المذاق ديال الدجاج. شوفوا معايا ديك البصله مع داك الزيت بعد ما شحرت فيهم داك الدجاج، شوفوا معايا كيفاش نزلت ديك البصله، وما شاء الله كتعطينا واحد الصوص اللي كيكون هكا لذيذ مع هذيك التوابل اللي حضرنا. هنا حيت الدجاج لانه غادي ندير قياس 2 حبات ديال المطيشه اللي خديتها ودوزتها في الحكاكه وصفيتها باش كنحيد ليها الزريعه ديالها. الوقت اللي نضيفوا مطيشه من الافضل اننا نحيدوا الدجاج، ما نضيفوش مطيشه على الدجاج. صافي كنوضعها وكنخليها كتشحر مع هاد المكونات هادو حتى كتقلى عندي. صافي بعد ما كتقلى كتولي عندي، شوفوا معايا يعني حتى هي ديك المطيشه كتعلق شويه على هاد الشكل هذا. غادي نرجع عندي الدجاج وغادي نضيف قياس واحد 2 ضريسات ديال الثومه. ممكن انكم ديروا الثومه في الاول اولا ديروها في هذه المرحله هذه، غير المهم ديروها ما تنساوهاش. صافي كندير عندي كنمرق بالماء اللي ضروري يكون طيب، وغادي نغطي على الدجاج وغادي نخليه كيطيب. في واحد المقيله وضعت عندي الزيت، وضعت عندي البصله اللي خديتها وقطعتها مشنفه اولا على هذا الشكل هذا. كنقطعها هكذا، نحاول نقطعوها رقيقه شويه. انا كندير هذه الطريقه باش ما كنقليهاش في الزيت باش كتجي زوينه. غير كنوضعها في هذه المقله كنخليها كتنزل عندي هكا وكطيب على خاطرها، هي كتشد الوقت شويه. هنا خديت عندي خيزو اللي حكيته وكنوضعو كيطيب مع هاد البصله هذه. كنوضعهم ما كاينش الوقت اختلاف بيناتهم، غير هو شحرت البصله غير تنزل عندي شويه
وضفت بعدها مباشره هاد خيزو هذا. صافي غادي نخليهم كيتشحروا اولا كيطيبوا مزيان على خاطرهم، وكنراقبوهم لانه حنا عندنا الغرض باش يتحمروا لينا وكياخذوا واحد اللون مذهب زوين، وحتى في الطبق في التقديم في الماكله تيجيو زوينين. درت عندي شويه ديال الملحه، وغادي ندير عندي هنايا قياس واحد راس معلقه ديال التوابل. التوابل الاولين ماشي التركيبه، هذيك انا سميتها التركيبه ديال 7 بهارات، ولكن انا راه زايده ربما واحد 2 مكونات. المهم غادي نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف ان شاء الله. صافي غادي نخلي هذا الشيء كيطيب على جنب، وهنا غادي نرجعوا للدجاج بعد ما كيطيب. صافي كناخذو كنحيدو وكنوضعو في واحد الصينيه، لانه غادي باش نحمروه، يعني ضروري كيتحمر باش كيجي المذاق ديالو زوين وكيتكرمل هكذا من الفوق وكيعطي واحد النكهه كتكون فيه زوينه. صافي شوفوا معايا ديك الكميه ديال المرق، علاش خاصكم ديروه زيد باش كي تكون عندكم واحد الكميه كافيه باش كطيب لكم الرز، باش ما تضيفوش الماء. صافي هنايا غادي ندوز الرز. بالنسبه للرز خدمت انا بهذا ديال بسمتي، هاد الماركه كنخدم بها متوفره هنا ديال الشعلان. كاين يا اما في المحلات ديال العرب هنا، بالنسبه للاخوات اللي في قبرص كاين في شارع العرب الليدرا، وكاين حتى عند ماس. انا هذا خديته غير من ماس. صافي وكنوضع عندي داك المرق ديال الدجاج بعد ما صفيته، وكنوضع عندي الملحه. ضروري هنايا الملحه ما تكونش ناقصه في الرز باش كيجي لذيذ. غادي نضيف قياس واحد راس معلقه ديال التركيبه ديال التوابل اللي حضرنا. غادي نزيد عندي هنا واحد راس معلقه ديال التوابل الثانيه اللي فيها الثوم بودره، البصل بودره، شويه ديال الخرقوم باش كيجي اللون ديالو هكا صفر، اللي كيبغي الرز هكا يجي اللون ديالو صفر. وكنزيد قياس واحد المعلقه ديال الزبده حيوانيه. عرفتوا هاد البنه ديال الرز كيفاش كتجي البنات؟ راه كيحمق بالمذاق ديالو. وكثير شيء الا درتو هاد المعلقه ديال الزبده كتخلي الحبه ديال الروز كتجيكم الحبه مفرزه على اختها وما كيتعجنش لكم وكيجي ناجح. كنمرق بالكميه اللي غادي طيب ليا الروز. كنغطيه خاص الروز ما يبقاش باين عندي، غير كنغطيه صافي وكنخليه كيطيب. هنا بين قوسين البنات غادي نجاوب واحد الاخت سولاتني على الاقامه اللي كندير في الدجاج المحمر مع التوابل الثانيه اللي كنديروها. تبارك الله راه كلشي عارفهم، غير هذه بالنسبه للاخوات اللي ما عارفيناش. هنا عندي بسيبيسه، كندير قياس واحد 2 حفنات ديال بسيبيسه، كندير معاهم معلقه ما عامراش ما مقباش ديال نويويره، وكندير عندي هنايا معلقه ديال حب الهيل اولا ديال تقاقله. المعلقه ما تكونش مقبه. الحاجه اللي كنكثر منها هنا هي البسيبيسه، كندير 2 حفنات، يعني ماشي حفنات كبار، غير داكشي اللي كتهز ليا الكف ديال ايديا. هذه هي التركيبه. كنطحن غير القياس وكنحضر القياس باش كتبقى في الجهد ديالها وما كتبردش، وهذا هو السر اللي كيخليها كتعطي لذه رائعه في الدجاج المحمر. شوفي معايا اختي القياس، يعني هانتي كتحطي نويويره هكا في المعلقه وكتضغطي بصباعك، ما خاصكش تكثري، الا كثرنا هي اللي كتكحلينا الدغميره وكتعطي واحد اللون مزوين في الدجاج المحمر. ولهذا كنردوا البال هنا مع النويويره، لان كتكون الا كثرنا منها كتكون المذاق ديالها مجهد. نفس الشيء مع قعقله، غادي تاخذي المعلقه وغادي توضعي الكميه اللي كتناسبك، وغادي ما تكونش المعلقه مقبه. هذه هي العلبه او الكيس اللي كناخذ فيه نويوره، كناخذها غير من هنا البنات. انا طحت على واحد المغازه عندها العطريه كنت كنجيبها من المغرب، شحال من حاجه كنت كنجيبها من المغرب، بحال بروبوليس، بحال المورينغا، بحال سبيرولينا، بزاف ديال الاشياء لقيتهم في هذه المغازه. الصراحه الحمد لله سهلات عليا بعدا بزاف ديال الاشياء. هادو كلهم المواد كناخذهم من عندها الماكا، عندها هذه المورينغا، عندها بزاف، وعندهم المكملات الغذائيه البروبوليس، غذاء ملكه النحل، وكل شيء بيو. هذا القمح هذا غني بالبروتين وبزاف ديال الفوائد. هنا هذا الشيء كنديرو بحال هكا، يعني كنظفوا الجسم ديالنا من السموم. هذا البروبوليس مع العسل. المهم الا كنتم مهتمين بهذا الشيء راه نقدر ندير معكم وصفات صحيه كيفاش كندخل هذا الشيء. غير رجعوا الوصفه ديال الكبسه. هنايا شوفوا عندي البنات ديك البصله، بعد ما خليتها مع المراقبه كنراقبها باش ما كتحرقليش. شوفوا معايا اللون اللي كتاخذ مذهب رائع بزاف. ما نحتاجوش اننا ناخذ ديك البصله ونقليوها في الزيت ونوضعوها مع الكبسه. فانا ما كنبغيش هاد الطريقه، غير كنحمرها بهاد الطريقه هذه، ولكن مع المراقبه.
هنا غادي نرجعوا الروز. شوفوا معايا البنات الروز كيفاش كتجي الحبه مفرزه على اختها تبارك الله، كيجي غزال بزاف بزاف. الروز غير كطلع فيه الغاليه البنات كنقص عليه العافيه وكنخليها مهيله. انا ما كنطيبوش، انا طيبته على البوطه ديال الغاز، ما كنبغيش نطيبو هنا، هذا كيخطف ليا الروز ولهذا كنطيب الروز على الغاز صافي. شوفوا معايا انا كنحركو هكذا غير باش تشوفوا معايا الحبه مفرزه على اختها، يعني بطريقه ناجحه. صافي هنايا وبعد ما حضرت كل شيء صافي خديت عندي الطبق اللي غادي نقدم فيه هاد الاكله، وضعت عندي الدجاج اللي خديته ودهنته بالزبده اللي كتكون مذوبه. سخنت الفران لمده ديال 20 دقيقه، خاصو يكون سخون الفران باش الدجاج ما كينشفش لينا وما كياخذش الوقت بزاف. كندهن عندي داك الدجاج بالزبده مذوبه وكنخليه كيتحمر على 180 من التحت ومن الفوق. المده ديال خدا مني تقريبا واحد 27 دقيقه صافي وكنخرجوا. هنا البنات اللي بغيتو تعطيو ديك اللمعه اللي كتشوفوها في الدجاج، ديك الصينيه اللي حمرت فيها الدجاج كيكون فيها داك الزبده سايحه، كناخذها طبعا الزبده ما محروقه ما والو، يعني الصينيه خرجتها نقيه. كناخذ ديك الزبده كنوضع ديك الفرشات وكنبدا كندهن عندي داك الوجه ديال الدجاج باش هكا كيجي داك الدجاج كيلمع وكيجي اللون ديالو زوين. انا شخصيا ما كتعجبنيش ديك الدهين اللي كيديروها في في الدول المشرقيه، كيديروا ديك الخلطه ديال المعجون ديال الطماطم مع المعجون البودره ديال التحميره، كتخلط مع الزبده وكتدهن. المعجون ديال الطماطم فاش كيدار كيخسر المذاق ديال الدجاج وكيخسر المذاق ديال هاد الكبسه وما كتبقاش لذيذه. جربوها فقط بهذه الطريقه، ما تحتاجوش انكم ديروا ديك التخليطه ديال معجون الطماطم. وردوا عليا الخبار. كنتمنى ان هذا لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم، والى فيديو قادم. بسلام عليكم.